اعترضوا على أبي بكر وما قبلوا بيعته، وقالوا أن الحق لعلي وأنتم غصبة. يعزز هذا أن جماعة كبيرة من الصحابة اعترضوا على خلافة أبي بكر. المحقق الباحث حينما يراجع يشوف هذول الرجال من الصحابة اللي اعترضوا على أبي بكر شنو هي سماتهم ومزاياهم، يجدهم لهم السابقة في الإيمان، السابقة في الجهاد، السابقة في العلم، وفي المقامات المعنوية الرفيعة. والذين خالفوهم لا يصلون إلى معشار ما بلغوه من الفضائل والكمالات. في منطق العقل والعقلاء فضلا عن الشرع شهادة من تقبل؟ الأفضل والأكمل والأصدق أم الأدنى منهم رتبة؟ منطق العقل والعقلاء والشرع هو هذا. لاحظوا الرجال الذين اعترضوا على أبي بكر وما قبلوا بيعته وقالوا أن الحق لعلي وأنتم غصبة، منهم سلمان المحمدي. أكو واحد من الصحابة غير أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام يبلغ مقام سلمان في العلم، في الإيمان، في الجهاد، إجماع المسلمين على هذا. أبو ذر، حذيفة بن اليمان، خزيمة بن ثابت المعروف بذي الشهادتين، النبي له شهادة فيها. المقداد بن الأسود الكندي، سعد بن عبادة الأنصاري، أبو الهيثم بن التيهان، عمار بن ياسر، خباب بن الأرت، بريدة الأسلمي، خالد بن سعيد بن العاص، هذا أموي ولكنه خرج عن بني أمية، نفرهم وابتعد منهم. وأبو أيوب الأنصاري، هذا اللي إلى شهادة في الرجعة هم إلى حضور هذا الرجل. وسهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف، وقيس بن سعد بن عبادة الخزرجي، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن العباس، والفضل بن العباس، فضلا عن سائر بني هاشم. هذول اعترضوا على خلافة أبي بكر وقالوا الخلافة لعلي. راجعوا تواريخ هذول الرجال تعرفون مستواهم وتشوفون هذا النمط من الناس هو الذي اعترض. وكل من أيد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانوا أدنى منهم درجة، ليست لهم سابقة في إيمان، وليست لهم سابقة في دين، ولا في جهاد، ولا في عبادة وزهاد. والقضية مو مخفية، مطروحة إلى كل أهل البحث والتحقيق، خلي يشوفون المسألة. طيب مو تقولات منا، هذه حقائق تاريخية واقعية.